بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل فيديو جديد، بس لو كنتي اول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في القناه وتدوسي على زر الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك مني كل جديد، وتدوسي على لايك عشان الفيديو يرتفع. احنا النهارده هنعمل فيديو يعني في يوم السقعة التلج اللي طبعا كانت الدنيا فيه الهوا جامد جدا. كان في نوة في اسكندرية جامدة اللي هي الفيضة الكبرى، وكمان كان معاها منخفض جوي كان بيقول يعني، فكان فيه هوا جامد جدا. فقررت ان انا تاني يوم بقى لما اليوم هدى شوية، تاني يوم نزلت جبت الاكل كده يكفيني يومين ورا بعض، لان انا اخر الاسبوع وانا بجيب اكلي كل اسبوع يعني. فقلت اجيب يومين ورا بعض كده، فجبت فص اللي هو البانيه ده. قلت هعمله خضار سوتيه، وجبت السمك ده عشان اعمله اليوم ده، يبقى كده عندي يومين، واليوم التالت نبقى نفكر فيه ان شاء الله. انا حطيت الفص الفراخ دوت، حطيته طبعا زي ما انتم عارفين في بعد ما غسلته بميه وملح وليمون. وحطيت برضو السيفوليا ده سمك سيفوليا او سمك موسى. انا سلخته، معلش للاسف ما اتصورتش خالص اللي هي سلختها فيها. سلخته بيبقى فيه جزء بني كده. فانا سلخته وبعد كده حطيته في ميه برضو وملح وليمون. والسمك البلطي هنضفه برضو واحطه في ميه وملح وليمون. انا طبعا اول حاجه بعملها هي الغسيل المواعين، وافضي المطبخ وافضي الحوض، وبعد كده نبدا حاجه حاجه. زي ما انتم شايفين كده، انا بس ما جاتش معايا تصوير اللي هي سلخت فيها السمك. بس بعد ما كده حطيته في ميه وحط عليه ملح، وحط الليمونه، هي الليمونه هي حطيناها، وبعدين نحط عليه ملح. والسمك البلطي بقى، انا صراحه ما بحبش انضف السمك البلطي عند الراجل. انا بقرف جدا من الفرشه اللي بينضف بيها البطن، معرفش يعني، دي مش جايه معايا خالص. يعني انا بشوفها كده، معلش اسفه، ما بستظرفهاش يعني. فطبعا انا بجيبه ونضفه، وبيحكم عليا ان انا انضفه. لو انا جايبه كميه كبيره بحطه طبعا في ميه وملح وليمون ودقيق، ويعني بغسله غسله جامده جدا. بس انا مش بحب الفرشه دي، فلما بتكون حاجات بسيطه كده فانا بعملها في البيت. دلوقتي انا جبت سمكتين بولتي، عشان في عندي ما بيحبوش السمك السفوليا ده او السمك موسى. مش اسفه، دور البرد خلص، لكن الكحه لسه زي ما هي. ربنا يستر ان شاء الله، وان شاء الله ربنا يعدي على خير. فانا جبته دلوقتي، جبت مش عايز السفوليا، جبت له بولتشي. السمك طبعا كان عمال يلعب ويتنطط من ايدي يعني، وعمال يقع. فطبعا شفته في الاول ما كنتش عارفه انضفه، حتى لغايه ما نضفته انا حطاه في الميه، وهو بعد ما نضفته بيلعب يعني. انا سبحان الله مش عارفه ازاي الحكايه دي. نضفت السمكتين زي ما انتوا شفتوا كده، وحطيتها في الميه، وحطيت عليها خل، لا ما بحطش خل، ليمون وملح برضو. وبحط ساعات دقيق وساعات ما كانش عندي دقيق، فكنت حطيت. لو ما عندكيش دقيق، الميه اللي انت بتنقعي فيها الرز بتبقى حلوه قوي برضو لو انت حطيتيها على السمك، بتدي زي نفس مفعول انك تحطي دقيق يعني. وده الفص في البانيه اللي انا جبته. انا جبت فص، هو فص كبير يعني، بس انا جبت فص بس. هو انا بعمل اكلات كتير قوي بالفص دي، انا جبتها لكم قبل كده، واكيد هتلاقوها في القناه لو انتوا شفتوا قبل كده. وبعد كده جبت بقى، هبتدي اعمل السمك. سبت السمك مترقد، هعمل صلصه. انا هعمله سمك مقلي وهعمل جنبه صلصه. الصلصه بنعملها بالثوم. نحط زيت، وبعدين نقشر فص توم وندقهم ونحطهم كده في الزيت، يا دوبك يتحطوا في الزيت يلفوا بس. لان انا في ساعات انا بحطهم نيين يعني، باول ما بحطهم في الزيت لفه، بحط عليهم الطماطم على طول، لان ريحه التوم بتبقى حلوه قوي في الصلصه بتاعت السمك. وبعد كده حطيت عليهم ملح وفلفل اسمر والخل. والخل ده مهم جدا عشان خاطر يعمل طعم السمك، صلصة السمك. وبعد كده غطينا عليها، سيبناها تتسبك. بعد كده هنعمل بعدها جنبها بقى الرز هنعمل رز صيادية. طبعا الرز الصيادية دوت أحلى حاجة، أحسن حاجة فيه أو أهم حاجة فيه هي البصل.
وعشان البصلة تنفع وتبقى حلوة مسكرة فاحنا أنا بقطعها على ايدي، او لو عايزة تقطعها في الكبة بس تكون بتتقطع كبير، يعني حجم كبير، ما تقطعهاش رفيع، لو قطعتيها رفيع هتتحرق ومش هتدي لا طعم ولا تسكيرة في الرز. دي من التركات اللي علمتها لي اختي. الاختي الاكبر مني كده قالت لي ان انا لازم اعمل البصلة كبيرة. فعلا بعملها من ساعتها وتبقى زي الفل. وتحطي بقى ايه؟ سكر، ما تحطيش بقى ملح وفلفل اسمر، لا، تحطي معلقه كبيره سكر مع البصله وهي بتتحمر، هتتكرمل مش هتتحرق. ودي برضو علمتها لي اختي الكبيره. كل واحده من اخواتي كانت بتعلمني حاجه وهم غاليين عليا قوي، وطبعا انا كنت صغيره خالص فهو كانوا بيدوني احلى حاجه عندهم، وانا يعني كنت مبسوطه. كان ليا 3 اخوات، كل واحده بتعلمني حاجه. وبعد كده حطينا السكر وبتاع ده وقعدنا نقلب في البصلة لغاية ما البصلة أخدت لون. وبعدين حطينا عليها المية والملح وما احطش غير ملح. ساعات كنت كمون، بس أنا بحب أحط ملح بس. ولما بحطه يعني بخلصه، بقلب عليه شوية بهارات سمك، يعني ترشي بهارات سمك كده وتقلبيها بس بعد ما يخلص خالص. أنا عملنا الصلصة، أنا خدت منها حبة كده لوحدهم في طبق، ده اللي هيحطوه فيه السمك. الحبة الباقيين هقطع فيهم فلفل أخضر ونعملها فلفل بالصلصة. أنا مش بحب أعمل الفلفل بالصلصة أقليه وبعدين أحطه في الزيت وبعدين أحطه في الصلصة، لأ، أنا بحطه ني في الصلصة وهي لسه ما اتسبكتش، يعني لسه فيها مية، هي كده الصلصة سايبة. وهحط لها برضو شوية مية بعد كده بعد ما أقطعهم وتسيبها بتغلي بيهم. عبال ما بتتسبك بيكون الفلفل استوى، بيبقى أحلى كتير من المقلي. وخلاص المية غليت وحطيت الرز. بعد كده تمام كده، فاضل لنا بقى ان احنا نقلي السمك. انا قليت الاول السمك السفوليا لانه سمك البحر ما بيبقاش، يعني ما بيبوظش الزيت. بتبقى حلوة قوي، يعني بعد ما تخلصي قلي بالزيت ممكن تقلي في الزيت. انا بحب سمك البحر جدا ودي حاجة يعني بحبه اكتر من البولتي. انا ما اكلش البولتي كتير، اكله صغير، اكله مشوي او مقلي صغير، لكن الكبير ده ما اكلهوش. بحب قوي سمك البحر بكل انواعه. فسمك البحر بقليه الاول فيديني ما يبهدليش الزيت. فقليت السمك، هقلي سمك طبعا دلوقتي. انا كده خلصت الفلفل بالصلصة بيتعمل والرز هحطه على العين الصغيرة بعد ما بتغلي طبعا الرز. بحطه على العين الصغيرة، على الشياطة وعلى العين الصغيرة. انتوا طبعا عارفين الحاجات دي، انا عملت الرز معاكم كتير وكده، بس انا بحب اقول كده حاجات بسيطة للي ما شافش الفيديوهات اللي قبل كده بتاعتي. هنحط بقى الطاسة ونحط الزيت ونبتدي نقلي بقى في السمك. السمك السفولية اليوم ده كان رخيص، عشان خاطر هو من الأسماك اللي بقت غالية جدا، بقى ب400 و450 300. اليوم ده عشان كانت الدنيا هوا الظهر كانوا عايزين يروحوا بدري فكانوا بيبيعوه ب350 تقريبا، بس هو صراحة كان كبير فيعني يستاهل يعني 400 350. بعد كده جبت شوية دقيق وحطيت فيهم شوية كركم. أنا بحب أحط كمان شوية كركم وشوية نشا، بس أنا ما كانش عندي نشا فحطيت الكركم بس. وبيدي لون حلو قوي قوي للسمك، وطبعا هو كركم مفيد أصلا واحنا ما بنستخدمهوش في حاجات كتير، فأنا بحاول أحطه في أي حاجات كده تقابلني يعني. فحطيت الكركم في الدقيق، وممكن تحطي شوية معلقة نشا. وبعدين بقى لنا السفوليا دي، السمك اللي هو السفوليا حطيناه في الزيت. والسمك ما بيتكش عليه جامد، يعني ما تحمريهوش جامد ينشف، لان هو رفيع، وكمان هو اللحم بتاعه رفيع، فما لو نشفتيه هيبقى ما فيش لحم. بعد كده باخد بولة بحط فيها شوية ملح وشوية بهارات سمك وشوية كمون، وبنقلبهم كده مع بعض. وممكن طبعا تحطي شطة، بس أنا عندي بيحبوش الحامي، الولاد يعني.
تحطي وتقلبيهم كده، وأول ما تطلعي السمكة، وزي ما انت شايفة كده السمك يا دوبك بس ياخد لون بسيط يعني مصفر، وخصوصا الحتة اللي هي بتبقى فيها لحم طري. انت هتلاقي حتة فيها لحم طري بعد ما تسلقيه، وحتة فيها لحم خشن كده شوية. الخشن دي ممكن عادي تستنيه اما تتحمر، لكن اللحم الطري ده تخليه يا دوبك لونه مصفر كده. وبعد كده هو طبعا أول ما تطلعيه وهو سخن بنحطه في الطبق، وبنرش عليه اللي هي الخلطة اللي احنا عملناها دي، اللي هي بتاعت بهارات السمك اللي عملناها دلوقتي في البولة وهو سخن. طبعا لما بيشرب وهو سخن البهارات دي بتبقى حلوة قوي فيه. انا ما بحطش فيه تومة ولا حاجة. انا حتى ما بقتش احط تومة في البولتي، مش عارفة يعني. أنا بحس إن هو بيبقى حادق حامي قوي كده، ما بيتحط فيه البهارات كده كفاية يعني. بس يعني ممكن طبعا اللي بيحب التوم، أنا بحب التوم جدا، كلنا بنحب التوم، بس أنا مش عارفة يعني بحس إن كده أخف شوية. رشيت عليه زي ما انتم شايفين كده اهوت البهارات اللي احنا عملناها، وطلعت كل الكمية. وبعد كده عملت السمك البلطي في نفس الزيت، بيبقى الزيت مش وحش، مش محروق ومش طعم حاجة ولا حاجة، بيبقى حلو قوي. وطبعا لون الكركم زي ما انتم شايفين بيخلي لون السمكة مصفر كده وجميل قوي قوي. حطينا السمك وهو دوت بقى اللي احنا عملناه. واحنا عملنا سلطة اللي هي بصل وخضرة وطماطم بس، ما بحبش الخيار اللي هو مش بلدي. وادي زي ما انتم شايفين كده، وكلوها وجربوها وهتعجبكم قوي. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.